حاول أن يتآمر عليها نظام المخزن وبعض العروش العربية فخفضتهم وأصبحوا يتوسلون إلى القوى الغربية وإلى إسرائيل لتحميهم. والدليل على ذلك أصبحت في كل يوم شوف قمر اصطناعي في المغرب للتجسس على الجزائر، ثكنة مبنية على حدود الجزائر، أجهزة للتصنت، مش عارف وشني، طائرات بدون طيار إسرائيلية لوضع اتفاق أمني عسكري. أصبح يذلوا في أنفسهم لنظام صهيوني عاجز أن يحمي نفسه من بضعة آلاف مقاومة، فهي خافضة لمن تآمر عليها ورافعة لمن رفعها. عبد المجيد تبون رفعها بصدق وليس لدي حسب معرفتي به، أنا مواطن ولكن سياسي وبنفس الوقت رجل دولة، وبالضرورة تكون بيننا وبين لقاءات كأحزاب سياسية، مثل ما يتلاقى ممكن أحزاب سياسية أخرى، مثل ما يتلاقى الأحزاب السياسية يتلاقى نخب أخرى، مثل ما يتلاقى النخب يتلاقى مؤثرين مجتمعيين كما أنتم صحفيين. فعندما تتكلم عنه على فلسطين يتكلم بصدق منقطع النظير ودون خضوع لأي جهة من الجهات، وقد نتحمل الأذى ومحاصرة في فضاءات من أجل فلسطين أو من أجل الصحراء الغربية، ولكن لن نتنازع عنها لأنها وديعة الشهداء، لأن مجاهدين الأبرار وشهدائنا الأكارم قالوا بأن استقلالنا غير كافي إذا لم تستقل فلسطين، وهي قضية عادلة وهي قضية عقيدة. فلذلك ترى بأن بتوجيه من مرشحنا في أروقة مجلس الأمن يقود سفير الجزائر في مجلس الأمن مقاومة دبلوماسية دفاعا عن فلسطين، وشفنا أن أنظمة عربية كانت في مجلس الأمن لم، باش ما نقولش كلمة أخرى، لم تدافع عن فلسطين البتة، بل رفع هو لواء فلسطين ولواء الصحراء الغربية ولواء الدفاع عن سوريا حتى يستتب فيها الأمر تعود فيها السكينة وتلتئم فيها الجروح. ولذلك موقفنا واضح وفي برنامجه مؤكد ومكتوب بأنه لا تراجع في وقوفنا مع القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ثم القضية الصحراوية بدون أي تراجع، وسوف يكرمنا الله سبحانه وتعالى بالوفاء لفلسطين. نعم. وبالوفاء لأشقائنا في الصحراء الغربية. هذه المواقف الثابتة للدبلوماسية الجزائرية والعمل والعلاقات الخارجية الجزائرية ربما له تحديات، وهذه التحديات التي أصبحت مادة دسمة للنقاش والحديث خلال المرحلة الأخيرة. فيما تتمثل هذه التحديات والمخاطر، وما هي الوسائل التي يعدها؟ أعتقد في تحليلي بأننا نرضخ لنوع من الضغوطات تحليلي، واعتقد بأننا في تحليلي نرضخ لنوع من المساومات، ولكن أعتقد جازما بدون أي تحليل بأن قرارنا السيد مصون ومحمي ومرفوض لأي جهة مهما أوتيت من قوة بأن تخترق قرارنا السيادي أو أن تؤثر فيه. رقم واحد. رقم اثنين، التناقضات العالمية والصراعات الكونية والحروب الواقعة في جغرافيا الكتلة الغربية اللي هي 40 دولة الآن، والتهديدات في بحر الصين، والتهديدات الموجودة الآن على حدود ألبانيا وغيرها في الاتحاد الأوروبي، والتهديدات الموجودة الآن للكيان الصهيوني الغاصب، والتهديدات الذي يمثلها أنصار الله في البحر الأحمر، والتهديدات يعني أعتقد بأن إيران هي على عتبة النووي في اعتقادي يعني وفي تحليلي وأزمة الانتخابات الرئاسية ربما في الولايات المتحدة الأمريكية، وصعود اليسار في الكتلة أمريكا الغربية، واتساع رقعة الفوضى، ومزيد من التكاليف على الراعي الأمريكي. كل هذه الأمور وغيرها، ومحاولة انعتاق من النظام العالمي الحديث إلى كتلة أو محاولة إيجاد كتلة أخرى توازن، لو أن مازال بعيد في تحليلي، توازن بين الكتلة الغربية وبين الجهة الشرقية، أعتقد تكون بقيادة الصين. كل هذه العوامل وغيرها
تجعل من الجزائر في ارتياح من أمرها في تنويع شراكاتها وعلاقاتها، وفي عدم الضغط عليه من هذه الجهة بالاتجاه إلى الجهة الأخرى، وفي علاقات تؤمن بها الجزائر بأن العلاقات ليست بديلة لبعضها البعض، وإنما هي علاقات تكاملية، ولا يمكن لأي أحد أن يفرض علي إن إذا كنت لي صديق فإنك عدو للآخرين، وإذا كنت صديقا للآخرين فإنك عدو لي. وهذا الذي نراه في الأريحية التي تتبناها الجزائر في موقفها بالنسبة لعدم الانحياز في كتلة عدم الانحياز، وبتنويع علاقاتها وبقوتها في محورها التي محورها كلها إقليمها كله متوتر وكله مضطرب وكله متحارب، وهي تعيش الأمن والاستقرار والسيطرة وجزء من سعادة المجتمع. دائما في علاقاتنا الدبلوماسية شفنا مؤخرا سحب السفير الجزائري أو سحب سفيرنا في فرنسا بعد موقف الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية، القضية العادلة. ما هو مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية في نظرك سعادة القادر بدر؟ هي تبقى بهذا الشكل دائما، كل مرة يتغلب اللوبي الاستعماري تكون الأزمة، عندما يخفت شوية تقل الأزمة. الآن فرنسا هي في حالة أزمة تاع كهرباء بعد انقطاع اليورانيوم، من حالة أزمة شرخ داخلي. والرئيس ماكرون بنفسه شرح، قال بأن فرنسا قد تقبل على حرب أهلية إذا فاز اليمين المتطرف، في تفكك مجتمعي لأول مرة، في تمزيق للنسيج المجتمعي، في صراع بين فرنسيين يحملون الجنسية الفرنسية وليسوا من أصول فرنسية، وبين آخرين ليسوا من نفس الديانة، في حالة ضعف مع الأزمة الأوكرانية، في حالة ضعف وهم يمولون الحرب في فرنسا على الفلسطينيين، في حالة أزمة وتفكك أن جزء من المنظومة الأوروبية عارض الاتحاد الأوروبي وساند القضية الفلسطينية، في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتفكك لهذا الاتحاد الأوروبي. هذه الأزمة الذي بني عليها أساسا، أو المنهج الذي بني عليه النظرية الرأسمالية وهو تحقيق اللذة ورفاهية المجتمع، أصبح مهدد، لأن خيرات هذه الدول التي كانت تمتص في إفريقيا وفي غيرها تشكلت طبقة لها من الوعي بالتخلص من الاستعمار القدير، ولكن يؤلمنا أنها خرجت من محور ودخلت في محور آخر. نتمنى أن تنال استقلاليتها كاملة. في هذا الوضع هي تبحث عن فضاء جديد تكون عرابها فيه هو النظام المخزني المغربي، بالتحالف بين الكيان الصهيوني وفرنسا والمغرب للعبور والولوج إلى الدول اليابسة التي ليس لها منافذ بحرية، ويكون المبادرة اللي طرحها الملك المغربي وهي مبادرة الأطلسي لإيجاد منفذ على البحر الأطلسي، على المحيط الأطلسي، وتكون فرنسا هي من وراء هذا المشروع. نعم. لحد الآن لا أعتقد بأن هذا المشروع يكتب له النجاح، لسبب أنه يجب أن توافق موريتانيا، ورقم 2 يجب أن يكون هناك اتفاقية لوقف إطلاق النار، والمغرب انتهك قرار وقف إطلاق النار مع جبهة البوليزاريو، فالطريق ليست مؤمنة من جهة البوليزاريو، والحدود الموريتانية لا زالت كما تسميه موريتانيا في مبادئها الحياد الإيجابي بالنسبة لهذه القضية. ورقم 3 ما هي الإمكانيات في البنى التحتية في هذه الدول من تشاد أو من مالي أو من النيجر أو من موريتانيا حتى تبني يعني بنى تحتية في السكك الحديدية وفي الطرق السريعة وفي المد. وصلت رسالة سعد القادر بدرنا حتى تبني، في حين أن هناك خط طريق سريع موجود جزائري إلى الميناء يقلل 20% من التكلفة ومن مدة النقل الجزائرية إلى أفريقيا. إذا مرينا من يزيد أكثر. رقم 2 طريق موجود. رقم 3 سكة الحديد انطلقت. رقم 4 أنبوب الغاز. أكثر من ذلك الأمن موجود، والأمن موجود، ودولة واحدة وليست. السلام عليكم متابعينا الكرام وأهلا بكم. أتمنى في البداية تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم مننا كل ما هو جديد وحصري.
فوز نادي الجيش الملكي المغربي النسوي على نادي توت عنخ آمون بنتيجة 1-0، وتتويج النادي المغربي بلقب بطولة شمال أفريقيا والصعود إلى دوري أبطال أفريقيا. نادي الجيش الملكي النسوي اللي فاز على الجزائر بنتيجة 4-0 بعد الاستفزازات وقلة الأدب وعدم الاحترام من اللاعبات الجزائريات اللي مش محترمات، قدر النادي الجيش الملكي انه يفوز عليهم ويرد عليهم في ارض الملعب وينتصر برباعية، وقدر يفوز على نادي سوسة التونسي بنتيجة 5-0، بينما قدر يفوز على المنتخب او على النادي توت عنخ آمون المصري بعد استفزاز لاعبي توت عنخ آمون اللي قالوا هنفوز وهننتصر على الجيش الملكي وهنقدر ناخد البطولة. قدر الجيش الملكي انه يفوز بنتيجة 1-0 وضيع ركلة جزاء في المباراة وتوج ببطولة شمال افريقيا. واهانات والفاظ وقلة ادب وعدم احترام من الجزائريين والجزائريات اثناء رحيل نادي الجيش الملكي ورجوعه لأرض الوطن المغرب، شتيمة وإهانات في المطار وقلة أدب وعدم احترام غير طبيعية. ويستعد المنتخب المغربي لكرة القدم المنتخب الأول بقيادة الكابتن وليد الرجراجي مباراتين أو استعدادا للمباراتين المهمين القادمتين يوم 6/9 ويوم 9/6 يوم 6/9 ويوم 9/9. المباراة الأولى ضد نادي الجابون أو منتخب الجابون على الأراضي المغربية، والمباراة الثانية ضد نادي سيراليون أو نادي ليسوتو على أراضي ليسوتو. المنتخب المغربي يستعد بشكل قوي، كل التوفيق للمنتخب المغربي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.